سمعت اغنيه ريلي ريلي يا ايه؟ انا سمعتها كده، هو الطشاش. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ يا ذكي يا ذكي بتجوز ذكي، يعني واد يجوز واد، يخرب بيت ام كده. يقول لك ايه؟ الحريه شخصيه، يخرب بيت امك على البرسوناليتي بتاعك. يقول لك حقوق الانسان، حقوق الانسان ايه يا راجل الادب؟ انا اول مره، وخلي بالك انا بشكر الدوله اللي هي قبضت على الشواذ. مشروع ليلى؟ ايوه المشروع ليلى، يخرب بيت ام ليلى على ام غير ده. لو ليلى كانت عايزه كده ده كفايه صوتهم اصلا. لا يلا لو بيطلع ايه علم الشواذ، يخرب بيت فرحانين امك بيه. كده. ايه ده؟ بصراحه الكلام ده ما ينفعش، واحمد ربنا انه صدر الامر بالقبض عليهم. لا وكلكم بقى، وفي مهزله تانيه ومسخره. ايه هي؟ بنت وواد في جامعه من الجامعات عملوا ايه؟ خطوبه. ايديها خطوبه وهات يا بوس، يخرب بيت امك. انت رايح اليونيفرستي تعمل اديوكيشن، يعني يونيفرستي جامعه. ايوه تعمل اديوكيشن، يعني اديوكيشن تعليم. إيه انت رايح تعمل اديوكيشن ورايح تعمل لافينج، يخرب بيت امك كده. ايه يا عم دوت؟ يا عم بتاخد المؤهل ايه يا عم ده؟ لا الكلام ده ما ينفعش. وخلي بالك بقى بيني وبينك كلام جد، دي خطه امبرياليه صهيونيه بيراعيها جماعه ارهابيه منحطه. ليه؟ بيبث الشذوذ عند الفتيان والفتيات عشان يوقعوا الدوله. ليه؟ لان الارهاب دلوقتي مات. كان زمان بنسمع كل يوم قنبله وقنبله، دلوقتي بقى الارهاب في النزع الاخير. صليت على النبي. فهم بقى بيحاربوا بايه؟ بالفكر. ازاي يوقع دوله هشك عليه، نظام هشك عليه، فاكراه؟ فدي بتيجي من بره، من دول غربيه واوروبيه. ليه؟ لان احنا الشباب بتاعنا الفتاه احسن شباب في مصر. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نوقعهم. رد عليهم. ري يح انا اهر ساحه ده هنبوش الواد في الارض. والعروسه زكي والعروس زكي، يخرب بيت امك. ايه ده؟ والمأذون زكي برضه. زكي، والمعلم ما احنا بقى في العصر الذكي، كل حاجه بالديجيتال، كل حاجه بالارقام، كل حاجه تركب المترو بالكارت الذكي، متعة التموين بالكارت الذكي، المعاش بالكارت الذكي، الجواز هيبقى بالكارت الذكي، الولد هيجوز البنت بالكارت الذكي، الباص في السعوديه هتجيبه، البنت هتجيبه. والبنت في مصر قال له يا ريري اشحني ب 10 جنيه، شحنت ما حصلش حمل. ليه؟ لان البنت اللي شحنها ب 10 جنيه والولد شحن ب 10 ريال، ما فيش تكافؤ في العمله. تاني مره الدكتور جوجل طلع الكارت بتاعك يا ريري، طلع الكارت بتاعك يا بنت، ما فيش حمل. راح السعوديه وشحن 10 ريال وهناك ما يكافئ 10 ريال، بس ما حصلش حمل. ليه؟ لان التوقيت بتاع الحمل الذكي ما كانش مظبوط على التايمنج بتاع جرينتش. لازم الواد يشحن في نفس الوقت والبنت تشحن في نفس الوقت. اخر مره بقى الدكتور جوجل، مبروك يا سعيده طلع الكارت بتاعك. يا دكتور مبروك يا سعيده طلع الكارت. يا سعيد العمله صح والتوقيت صح. مبروك يا سعيد جالك توأم، عمل للبنت سونار. مبروك يا سعيد جالك توأم. جاب له واد وايه؟ الواد سماه ايه؟ لا سماه كارت، والبنت فاتوره. ايوه هنا يا عم دوت. واول ما نزل بقى تعالى يا سعيد ال 100 جنيه تدخل بكام؟ ب 70. سعيد دخل 100 جنيه بس يبقى ايه؟ دخلوا ب 60. سعيد راح يشتكي، الشركه بتقول له ايه؟ يا سعيد في 10 جنيه علشان ام عايده بجوز عايده. يخرب بيت ام عايده، ايه ده؟ ومين عايده؟ يقول لك عايده بنت الموظف بتاع شركه الموبايلات. طب انا مالي يا عم؟ ضربت مبيعات المية طلع 70. ايه الباور؟ ال 30 دقيقة تبقى 10 دقايق. اللي كان زمن رصيدكم عليا اللعبة يا بنتي انا بشحن. ايه ده يا عم دوت؟ شفت الشحن وصل لايه؟ ده الشحن اللي بهزلة اشحن ب 100 يجي لك 70. يا ريت. ده بيقول لي ايه؟ لقد تم الشحن بالنجاح عليك 400 جنيه. يخرب بيت امك. ايه ده؟ ايه ده يا عم ده؟ وكله بيضحك على كل. لا الكلام ده ما ينفعش. لا والشركه بقى الرابعه بقى نازله بقى تقول ايه؟ تعالى انت هتاخد ال 100 جنيه 100 وعرض خاص. يعني ايه عرض خاص؟ بيكون راجل الزبون وبعد كده بتديله على قفاه وقفاه امه. ايه يا عم ده يا عم ده يا عم؟ ايه ده؟ ما ينفعش. الكارت شحن ذكي، كل حاجه ذكي الا حاجه واحده، المواطن الغلبان اللي هو غبي
ايه يا عم يا ولد؟ انا يا بنت والله قبل المعاش كنت بقبض بالشيء الفلاني، دلوقتي ما باخدش ربع المعاش. ده اللي ربنا ساترها عليا، لا كنت هرمي نفسي من على كوبري اسمه ده قصر النيل. كوبري قصر النيل. ده ربنا لو ربنا يكون في عون الشباب والفتيات. جرام الذهب فوق 500 جنيه، يخرب بيت امك كده. هي جت على الذهب. ده كان زمان البنت تتجوز بالنحاس وبايد الهون ادقه. ده في ما بتقول لك ايه؟ ادق الهون. والبنت بقى يا نهار أبيض، والغلايه. دلوقتي بقى الراجل يتجوز ويجيب للبنت شقه ب 2 مليون والمطبخ بربع مليون ويجيب لها شريف مستور بتاع طبيخ وكيف تطبخ. والراجل يجي بقى من الوركنج بتاعه فيري تايرد، ميه وايب عايز ايتنج. تقول له حاضر. عارف عملت له ايه على العشاء؟ عارف عملت له ايه؟ بالعيون. ايوه يخرب بيت امك، بالعيون يخرب بيت امك. الاول ده مش قوي، ده يضرب عليكم على غلبوك 5000 جنيه ويجيب لك شيف شربيني وشيف مذكور وما اعرفش كيف هتطبخ وتعملي لي ايه؟ كل ما يبارك في ربنا فيك. مش انت جايب لي ابو بوتاجاز ب7 عيون؟ يخرب بيت امك، 7 عيون و3 شفايف. طب اكليني ايه بالعيون ده؟ ده لو كله كون بقى والبنت بقى تنزل بقى في نص البلد، ولا بصراحه بتعور. البنت قاعده كده شيشه يخرب بيت امك كده. ماشي. بتاع الهيومن رايتس. يعني ايه هيومن رايتس؟ حقوق الانسان. يقول لي يا استاذ عم عماد، مش سعاد حسني الله يرحمها بتقول البنت زي الايه؟ زي الواد بيشيش. ده الواد بطل يشرب شيشه، بيشرب زي الاب والبنت عماله قالوا يا عايده المنظر بتاعتها انت بتعملي ايه؟ I have something. I have examination tomorrow. البنت عندها امتحان بكره. يا عايده انت في شابتر كام؟ تقول لها ماما انا في شابتر نمبر 4. يعني ايه شابتر نمبر 4؟ عشان البنت في الحجر الرابع. يخرب بيت امك. والواد بيها بيشرب يفرح امه حلبه بالملك. ايه ده يا عم دوت؟ انت بترجع لو كله كون بقى ولا بمشي والبنت راكبه الموتوسيكل بوم 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 والواد ايه يخرب بيت امك ايه دوت؟ وتعدي على كيس تايلون يروح بسرعه بوم الواد اتنفخ كده قنبله ايه يلا؟ ده كيس تايلون. يا نهار ابيض. لا وكله كون بقى. واطلع المترو لما كنت بشتغل البنت تطلع مع الواد مش عارف اركب المترو وتطلع والواد لازم في البيت. اقول للواد عيب يا ابني ابعد. البنت تقول لي ايه؟ وانت مالك انت؟ ده قري فتحتي. يخرب بيت امك. هو قري فتحتك تنزلي الساعه 7 الصبح وتزحمي. انا نفسي في حاجه واحده نطبق بقى الشرع. للذكر مثل حظ ايه؟ الانثيين. مش هم لهم عربيتين؟ احنا عايزين 4 رجاله. 4 بس رجاله نركب في الاخر احنا حرين مع بعض. انما البنت تطلع يا ريتها جميله بتطلع بالمختلط. ابعد عني يا نهار ابيض. ده الواحد لو شافك هيطب ساكت. ابعد عني ده تحرش. يخرب بيت امك كده. باروكه ونفخه شفايف وحط ايلاينر ولينسز. يعني ايه لينسز؟ يخرب بيت امك. انا اول مره في حياتي اشوف عين خضراء وعين زرقاء. حبيبي اوعى العجله يا ابني. البيه يا عم ده يا عم ده ايه الشباب ده؟ ايه الفتيات ده؟ انا عايز الشباب يبقى الشباب يبقى رجاله. انما انا انزل الاحظ الواد يعمل لي ايه؟ بص ده الحصان. ايه ده؟ وضفاير والله 3. وشفت واد بيوقف شعره وبيحط توكه. يخرب بيت امك. هو في واد ولا راجل بيوقف شعره؟ انا اعرف ان انت تقف على كوره تقف دراعاتك انما توقف شعرك ايه يا عم ده؟ لا كده. لا والواد التاني بقى حله جات من هنا وحله جات من هنا. ليه يا ابني؟ يقول لك اصل انا بحلى بنص اجره. انت حبيب قلبي يا حبيبه. مش انت حبيبه بس انت مذيعه متمكنه. ليه؟ لان انت مثقفه وتعرفي كيف تديري الحوار. واخد بال سعادتك؟ وانا بشكر ربنا ان انا قابلت مذيعه زي الانسه شوف الكاميرا الانسه حبيبه اللي انا بفتخر بيها. اول مره بسجل معاها بس انا ارتحت لها. وانا ان شاء الله بطلب منها حاجه واحده قبل ما اموت. ايه هي؟ ان انا احضر كتب كتابك وفرحك. توعديني؟ اوعدك طبعا. بس كده.
وانا اتمنى لك ان شاء الله زواجا سعيدا واسره موفقه، ويكون عندك بيبي في حضنك. ليه؟ علشان نبني مصر، لان انت بنت حلال ومثقفه ومؤدبه ومحترمه حبيبه. تحياتي عماد الدين ايوب على الفيسبوك. عماد الدين ايوب the first famous yes اشهر واحد في مصر. yes the first famous man the first famous man in Arab Republic of Egypt. وانا كنت بشتغل ايه؟ كبير معلم المواد التجاريه بدرجه وكيل الوزاره في اداره السيده زينب التعليميه، وحاليا بالمعاش بعد 38. صدقوا تؤمن بالله؟ ولا واحد عبرني في 38 سنه الا حبه الفيديوهات اللي انا عملتهم مع عم سعيد المصوراتي، هم اللي عملوا لي شهره، وبيجي لي ناس من امريكا ايه يا حبلاوي؟ ايه ده؟ هو العلم لو كان بالفنجان احنا عم عايزين حد يعبرنا يا عم.